الست اللي قدامكم في الصورة دي اسمها فار، عندها 33 سنة، ست جميلة والكل كان بيشيد بأناقتها وطيبتها، لكن حياتها الشخصية كانت كلها مشاكل لأنها كانت متجوزة واحد اسمه بوب، استمرت في حياتها معاه 11 سنة وخلفت منه 3 عيال، لكن كان في منهم مشاكل كتير جدا لحد ما وصلت للطلاق. لكن الطلاق ما كانش نهاية القصة، بالعكس كان بداية لأزمة ومشكلة كبيرة، والقصة كلها ابتدت الساعة 8:30 مساء يوم 9 نوفمبر سنة 1994. فار خرجت من بيتها وراحت الكوافير عشان تقص شعرها، لكن بعد ما رجعت من البيت وقبل ما تدخل بيتها كان في واحد مسلح مستخبي جنب بيتها، خرج عليها وضربها بالنار طلقتين وهرب. طبعا انت هتقول ان اكيد اللي عمل كده هو طليقها، لكن في الواقع الكلام ده غير دقيق تماما، لان طليقها في الوقت ده كان مع عياله ال3 في مكان تاني خالص بيفسحهم، وبعد كده طلع بيهم على الكنيسة في اجواء تانية خالص وهم مش مدركين ايه اللي بيحصل لامهم اللي بعد ما انضربت بالنار. الجيران اتصلوا بالاسعاف وبلغوا على اللي حصل، ولما الاسعاف وصلت امرت بنقلها فورا على المستشفى لانها فقدت دم كتير، لكن القدر كان اسرع منهم لانها ماتت في الطريق قبل ما توصل للمستشفى. ماتت وسابت وراها 3 اطفال اللي كانوا في الوقت دوت مع ابوهم في الكنيسه، اللي اول ما رجعوا بيتهم شافوا قدام بيتهم مجموعه كبيره من رجال الشرطه محوطين البيت، اللي عرفوا منهم كل اللي حصل لامهم. طبعا انصدموا من اللي حصل، وكل اللي كان موجود من قرايب وجيران فار كانوا عايزين يعرفوا مين اللي عمل كده وعمل كده ليه. طبعا كل اللي ممكن يكون شاكك في طليقها بوب، اهو بوب بنفسه موجود وسطهم ولسه جاي من خروجه مع الاولاد اللي قضى فيها اليوم كله، يعني مستحيل يكون هو اللي عملها. اما والدة فار فكانت واقفه وهي مصدومه ومش مستوعبه ايه اللي حصل مع بنتها، وكل اللي في دماغها ان شخص واحد بس هو اللي ورا كل اللي حصل لبنتها ويتم اطفالها ال3 وهو بوب طليقها. طبعا كل الشكوك كانت عليه لان بعد طلاقهم كان في خلافات كبيره جدا ومحاكم وموضوع كبير هنعرف تفاصيله بعد شويه، وهو دوت السبب اللي مخلي كل الناس تشك فيه بشكل كبير، على الرغم ان هو معاه دليل قوي ان هو ما كانش موجود ساعه الواقعه، الا انهم كانوا شاكين ان هو ورا القصه دي. وفي نفس الوقت بوب دوت الناس كانت شايفاه راجل محترم، مجرد راجل اطفاء عادي واب ل3 اطفال بيحبهم، لكن في الواقع بوب كان ليه وش تاني خالص محدش يعرفه غير فار، هي بس اللي كانت تعرف حقيقة، لكنها كانت محرجة تقول الحاجات ديت لأي حد، لكنها كانت بتحكي الكلام دوت لصديقتها المقربة وحكيته بعد كده للمحكمة، لأنه كان دايما بيتعامل معاها بشكل قاسي جدا، بيهينها قدام الناس وبيتحكم في لبسها ورايحة فين وجاية من فين، وبيتحكم في طريقة كلامها كمان، وده الأمريكان ما بيحبوهوش. لا وكان بيضربها كمان وبيتعامل معاها بقسوة كبيرة، وحجته إن هو بيحاول يصلح من سلوكها، والأكثر حقارة إن هو كان بيمضيها على ورق إنها مدينة ليه بالوقت اللي بيقضيه وهو بيضربها عشان يصلح من سلوكها، حاجه منتهى المرض النفسي يعني. وده كان راي محكمه الاسره اللي كانوا شايفين ان ده سلوك غير انساني ومريض نفسيا، وفوق كل ده كان بيخونها ويرجع يحكي لها عن علاقاته النسائيه، وده كان بيضايقها جدا طبعا. وفوق كل ده كان عنده سلوك في العلاقه الخاصه، اكيد انتوا فاهمين يعني، بيخليها حرفيا تشمئز منه، غير ان هو كان بيصورها في لحظات خاصه وحساسه، وده كان بيخوفها لا يستخدم الصور ديت ضدها في يوم من الايام. والمصيبه الاكبر ان هو كان بيحكي تفاصيل حياتهم الخاصه لزمايله، وده كان بيحسسها بالاهانه والاشمئزاز. يعني بكل اختصار كان زوج عنيف ومتحكم وعنده هوس بالسيطره وميول لممارسه الافعال الغريبه. طبعا كل التفاصيل دي كتبتها في الاوراق اللي كانت هتقدمها للمحكمه، وكانت هتتحول لسجلات علنيه وممكن الموضوع يتنقل للصحافه ويتفضح. طبعا في اللحظات ديت بوب حس ان هو خلاص هيتفضح ولازم يمنعها انها تعمل كده باي ثمن، يعني بوب كان ممكن يعمل اي حاجه عشان يمنعها في تقديم الاوراق ديت للمحكمه. حتى فار نفسها كانت خايفه لبوب يتخلص منها ويقتلها، وعاشت فتره صعبه في حياتها قبل ما تموت، لان قبل موتها بكام شهر اتصلت بالنجده وهي في حاله ذعر، وبلغتهم ان في شخص ملثم اقتحم بيتها وهي نايمه وصعقها بصاع كهربائي، وده خلاها تنفزع هي وعيالها في نص الليل بعد ما سمعوا امهم وهي بتصرخ. طبعا الشخص اللي اقتحم بيتها وقتها هرب وما قدروش يعرفوا هو مين، لكن لما الشرطه وصلت لها اتهمت طليقها بوب ان هو اللي عمل كده، او على الاقل حرض اي حد يعمل كده. وعلى الرغم ان الشرطه كانت مقتنعه بكلامها وقتها الا انهم ما عندهمش دليل بالكلام ده، لكن ضابط الشرطه وقتها راح لبوب بنفسه حذره وقال له انا عارف انت بتخطط ليه كويس قوي، يا ريت تسيبها في حالها. لكن بعد 4 شهور نفس ضابط الشرطه وصل لنفس المكان، لكن المره دي كان بسبب جريمه قتل، ولما الضابط شاف بوب قدامه راح له وقال له انا قلت لك تسيبها في حالها، لكن بوب رد عليه بكل برود وقال له
انا ما عملتش حاجه. ولما الشرطه فتشت عربيته وجدت $1000 نقدا، ده خلاهم شاكين ان الفلوس ديت هي جزء من ثمن دم فار. لكن بوب قال لهم ان الفلوس ديت كان ناوي يشتري بيها سجاد جديد لبيت. هو وجود مبلغ زي دوت في عربيه اي حد مش جريمه، لكن في عربيه واحد مراته لسه مقتوله يعتبر حوار كبير ويتشك فيه. لكن الشرطه ما كانتش قادره تثبت ان بوب ليه علاقه بالموضوع، خصوصا ان هو كان مع عياله طول النهار. المهم ان بعدها بكام يوم وقبل ما العيال تفوق من كارثه مقتل امهم، ابوهم ابتدى يطالب بحضانه الاطفال لانهم في الوقت دوت كانوا لسه عايشين مع جدتهم في بيت امهم. لكن جدتهم كانت خايفه تسلموا العيال لانها عارفه سلوكه الغريب وممكن يكون خطر عليهم، وفوق كل دوت كانت لسه شاكه فيه ان هو ورا مقتل امهم. في الجانب التاني المحققين ما كانوش واقفين يتفرجوا، لكنهم كانوا مكثفين عمليات التحري والبحث عن سلوكيات بوب الاخيره. واثناء التحريات عرفوا ان بوب بيتردد بشكل مستمر لجيم معين. ولما سالوا عليه في الجيم، في واحد قال لهم ان هو شاف بوب واقف مع واحد من اصدقائه وكان بيقول له انا هلاقي طريقه اتخلص منها. وفي واحد تاني سمعه برضه وهو بيقول لواحد من زمايله تعرف حد ممكن يقتل مراتي. والغريبه ان في اكتر من شخص سمعه وهو بيقول الكلام ده، كان بيقولها وسط الناس كده عادي كانه بيهزر. وقتها كان بيقولها بطريقه تبان انها هزار، لكن ده بيعبر عن فكره الخبيث. بس اللي حصل بعد كده اثبت ان الموضوع ما كانش مجرد هزار، لانه كان بيخطط وراقب خطوات طليقته كويس جدا، بتروح فين وبتعمل ايه وبتكلم مين. ده غير ان هو قال لزمايله في الجيم ان هو كان ناوي يجيب سلاح ويتعرف على واحد من افراد العصابات. لكن كل اللي كان بيسمع الكلام دوت من زمايله في الجيم ما كانوش متخيلين ان هو ممكن يعمل كده فعلا، افتكروا ان هو بيقول كده بس عشان متضايق منها مش اكتر. ولما الشرطه راحت الكنيسه اللي كان موجود فيها اثناء ارتكاب الجريمه عشان يسالوا عنه، الناس اللي كانت موجوده وقتها لاحظوا ان هو كان قاعد مع عياله وقتها، لكنه كان مشغول اغلب الوقت في الموبايل، وكل شويه يتكلم في الموبايل ويرجع تاني كانه مستني خبر ما او بيظبط حاجه معينه مع حد. والكلام دوت ما كانش راي الناس اللي كانوا موجودين في الكنيسه بس، لا ده حتى ابنه الصغير برادلي اللي كان عنده 7 سنين قال ان ابوه فضل يتكلم في التليفون كتير جدا. طبعا الشرطه بدات تشك ان المكالمات اللي كان بيعملها اثناء وجوده في الكنيسه هي مكالمات مع القاتل. لكن المفاجاه لما تتبعوا الرقم اللي كان موجود وبيكلمه في الوقت دوت، اكتشفوا ان الرقم دوت رقم تليفون لواحده اسمها ماري جيم. طب يا ترى هي مين ماري وايه علاقتها بيه؟ ركز في اللي جاي، لان الست ديت وراها سر كبير جدا. لما الشرطه استدعت الست ديت للتحقيق رفضت تقول لهم اي حاجه، على الرغم ان الشرطه ضغطت عليها لكنها رفضت تتكلم نهائي وقالت لهم مش هقول لكم اي حاجه من اللي انتوا عايزينها. طبعا ده معناه انها عارفه حاجه معينه ومش عايزه تقولها. وبعد الجمله دي المحققين كانوا متاكدين ان مفتاح القضيه مع الست دي، خصوصا لما عرفوا انها متجوزه او على علاقه بواحد اسمه جوزيف برايس، وده كان مسجون سابق وكان بيشتغل مع بوب قبل كده. طبعا المحققين كانوا عارفين ان ماري تعرف حاجه مش عايزه تقولها، واكيد تعرف مين القاتل وعمل كده ليه وازاي، لكنها فضلت ساكته وما اتكلمتش لمده 4 شهور بعد ارتكاب الجريمه وما فتحتش بقها بولا كلمه. اما بوب فكان عايش حياته بشكل طبيعي وبيروح لعياله ويشوفهم بشكل طبيعي جدا. هنا المحققين قرروا انهم يستخدموا اخر حيله كانت في ايديهم، وهي انهم يستدعوا ماري ويحاولوا ان هم يوهموها انهم بيشكوا فيها انها هي اللي قتلت فار. طبعا ماري اول ما سمعت الكلام دوت اتوترت جدا وابتدت تستسلم لانها حست بالخطر. وبعد كام ساعه من التحقيق عرضت على المحققين انها تعمل صفقه معاهم، وهي انها تتكلم وتقول على كل اللي حصل وكل اللي تعرفه مقابل ان ما يتحكمش عليها، حاجه كده زي ان هم يخلوها شاهد ملك. وبعد ما المحققين اكدوا لها انها خدت الحصانه قررت تتكلم وتحكي لهم كل حاجه. قالت لهم ان صديقها جو برايس اتعرف على بوب في الجيم وهو اللي خطط معاه لجريمه القتل، لكن التنفيذ كان بايد شاب صغير عنده 18 سنه اسمه هوارد جيدري، والخطه كانت مرسومه بشكل دقيق. جو برايس وبوب اتفقوا مع هوارد جيدري على كل حاجه، اختاروا اليوم اللي بوب هياخد فيه العيال للكنيسه عشان فار هتكون لوحدها وفي نفس الوقت هو يكون موجود في الكنيسه ويكون معاه حجه لغيابه. اما جو برايس فكان دوره في العمليه ان هو هيوصل هورد جيدري لبيت فار ويقف مستنيه لحد ما يخلص عملته وبعد كده ياخده وياخد. بعدها كلم بوب من الموبايل بتاع ماري عشان يبلغه ان الموضوع انتهى، وهو دوت اللي كان مخلي بوب قلقان وكل شويه يتكلم في التليفون وهو في الكنيسه مع العيال. لما المحققين سالوا ماري طب انت ليه ما بلغتيش الشرطه وانت عارفه الخطه من قبلها، قالت لهم بكل برود انا ما كنتش عايزه ادخل نفسي في القصه دي، كانها بتتكلم عن مشكله عاديه مش موضوع يخص حياه انسانه عندها 3 عيال عايزه تربيهم. وبدل ما تبلغ الشرطه عن الخطه كانت قاعده في بيتها بتتفرج على التلفزيون بكل برود، وبرايس وهوارد بينفذوا الجريمه. والاكثر فظاعه لما جو برايس رجع البيت سالته بكل هدوء هي ماتت، عشان يرد عليها بكل برود برضه
انا كنت هناك وشفتها بنفسي وهي بتطلع في الروح. بعدها كملوا حياتهم بشكل عادي جدا ولا كأن اي حاجه حصلت. واثناء التحقيق قالت لهم حاجه غريبه جدا، قالت لهم ان جو برايس بعد الجريمه نسي عندها المسدس اللي فار اتقتلت بيه، وبدل ما تبلغ الشرطه مسكت المسدس وكتبت الرقم التسلسلي اللي موجود على المسدس في ورقه خارجيه. طب ليه عملت كده وليه ما بلغتش؟ هي نفسها ما تعرفش. ممكن تكون عشان ما تدخلش نفسها زي ما هي قالت في الاول، وممكن عشان كانت خايفه تتهم معاهم في القضيه، والله اعلم. ركز معايا في النقطه الجايه دي بقى عشان معقده شويتين ثلاثه. لما الشرطه بحثت عن الرقم التسلسلي للمسدس اكتشفت ان هو مسجل باسم بوب طليق فار. الأغرب إن المسدس كان موجود مع الشرطة أصلا لأنه كان ممسوك قبل كده في عملية سطو على بنك. فإزاي تم استخدامه في الجريمة؟ طبعا الدفاع بتاع بوب عمل الموضوع دوت حجة ليه، وقال إن الشرطة بتحاول تزور في الأوراق الرسمية عشان تلبس التهمة لبوب. لكن أيا كان السلاح اللي تم استخدامه في الجريمة، الشاب الصغير اللي عنده 18 سنة هوارد اعترف بكل حاجة. قال لهم إن هو كان متفق معاهم على كل حاجة، وإن هو فعلا اللي ضرب فار بالنار ومرتين، وراح بنفسه مع الشرطة على مسرح الجريمة ومثل الجريمة قدامهم خطوة بخطوة. بعدها الشرطة قبضت على برايس اللي اعترف ان الجريمة دي كلها كانت بتخطيط من بوب. وبعد 5 شهور من الجريمة تم القبض على بوب اللي كان فاكر ان وجوده في الكنيسة هيحصنه من الشبهات، وفي الاخر اتسجنوا هما الثلاثة واتحكم عليهم بالإعدام. في النهاية ده مصير كل كاره وباغت، وحقيقي الكره ممكن يوصل لأكتر من كده. وأحب أكد إن مهما المجرم مفكر نفسه ذكي ومهما حاول يعمل مسير الجريمة تتكشف ويتجاب، وحقيقي مفيش حاجة اسمها جريمة كاملة. ربنا يستر علينا ويصلح حال الجميع. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.